اللي خلى ابو تريكة يقول انا ليا الشرف اللي انا اتشبه بيه. اكتر لاعب كسب بطولات في تاريخ نادي الزمالك، من احرف اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر ان لم يكن احرفهم، اللي لولا دماغه كان هيبقى في مكانه تانية خالص غير اللي عليها دلوقتي. بما ان الرحله خلاص قربت من النهايه، فالفيديو النهارده هيبقى مشوار شيكابالا، فما تنسوش في قناه فاز جاز يوصلكوا جديد. ويلا بينا. في محافظة أسوان مركز إدفو في 1986 يوم 5 شهر 3 اتولد محمود عبد الرازق، لاعب موهوب في الكرة من هو صغير وكان بيحب الكرة. لما أهله شافوا فيه اللي هو موهوب وبيحب الكرة، فبيقرر وهو عنده 8 سنين بس يودوه القاهرة عشان فرصته تبقى كبيرة اللي ألعب في أندية في القاهرة. وفعلا بيروح لنادي الزمالك، النادي اللي كان بيشجعه من هو صغير، وبيتقبل في الاختبارات على طول، وبيبدأ مع أكاديمية الناشئين في نادي الزمالك، وبيلعب معهم بقى لحد في 2003 لحد ما يبقى عنده 15 سنة. بيتصعد للفريق الأول عشان يبقى أصغر لاعب مشاركة مع الفريق الأول في التاريخ. وفي 2003 في كاس مصر دور ال16 ضد غزل المحلة بينزل شيكابالا وبتبدأ رحلته مع الزمالك. بيعدي من ما بين 3 في جوه ال18، وبيرفع الكرة من فوق الحارس وبيقلع التيشيرت ويحتفل في أول أهدافه مع نادي الزمالك وأول بطولة مع نادي الزمالك وهو لسه 15 سنة بس. فأنت هتفكر إن بعد الجون ده والبطولة دي الدنيا ضحكت لشيكابالا ومسيرته هتتغير، بس اللي حصل ان في الموسم اللي بعده شيكابالا كان بيخرج من السكور في ماتشات كتير، وكان بيقعد على الدكه في ماتشات اكتر، ما لعبش يعتبر مع الزمالك، وكمان ما كانش فيه عقد رسمي مع الزمالك، فكان يحق له اللي هو ينتقل لاي نادي هو عايزه. فبيقرر اللي هو يروح يبدا مسيرته في الاحتراف في اوروبا مع نادي باوك اليوناني، من اقوى الانديه في الدوري اليوناني. لاول ما نادي باوك اتعاقد معاه الجمهور كان حاطط امل كبير عليه، لانه مش اول لاعب مصري يلعب في النادي، كان قبليه حسام وابراهيم حسن وعبد الستار صبري، والثلاثه كانوا سايبين بصمه في النادي ومقدمين اداء كويس مع النادي، فالجمهور كان متعشم في شيكابالا اللي هو يبقى زيهم. وفعلا شيكابالا بيبدا وبيتالق مع انديه كتير من انديه القمه في اليونان، زي اولمبياكوس اللي شيكابالا بينزل في الدقيقه 61 وفي 10 دقايق بس بيقدر اللي هو يعمل ريمونتادا ويصنع جونين، وبيكسب الفريق باوك 2-1 على نادي اولمبياكوس اللي كان ساعتها معاه ريفالدو. وفي الدور التاني قدام نفس النادي اولمبياكوس شيكابالا بيسجل فيهم وبيكسب مع نادي باوك كمان. وبعد البدايه الجامده دي انت هتفكر الدنيا هتضحك لشيكابالا، بس شيكابالا منحوس طول عمره، فبيقرر اللي هو ياخد الاجازه وينزل يقضيها في مصر. بس شيكابالا كان عنده جيش وتجنيد، فما كانش عارف اللي هو لو رجع مصر ما ينفعش يرجع اليونان تاني، وبيفضل في مصر وبيطلب بقى اللي هو يرجع لنادي الزمالك. نادي الزمالك في الوقت ده كان رافض اللي هو يرجعه، فالنادي الاهلي عرض عليه فوافق واتمرن معاهم تمرينه واحده وكان بالتيشيرت الابيض. بس لما الزمالك شاف ان الموهبه زي دي هتتاخد منه فبيتدخل تاني وبيرجعه. فحصل بقى مشاكل بقى مع نادي باوك، وقالوا ان شيكابالا بيتهرب منهم. النادي الاهلي كان اتفق مع باوك ومخلصين الصفقه، بس لما راح الزمالك ف يعني الجمهور شك، نادي باوك شك ان شيكابالا بيكذب عليهم ومفيش جيش ولا اي حاجه. وبسبب المشكله دي شيكابالا بيتوقف 7 شهور وبيرجع من الايقاف، بيلعب اخر 7 ماتشات مع الزمالك اللي كان من ضمنهم ديربي قدام الاهلي. شيكابالا بيقدر يصنع في الماتش ده هدف وبيفوز مع نادي الزمالك، واول فوز للزمالك قدام الاهلي من 3 سنين. ومن الماتش ده بتبدا عداوته بقى مع جمهور الاهلي، وكمان زادت اكتر في ماتش نهائي الكاس. سجل وصنع في الماتش ده، بس الزمالك بيخسر بنتيجه 4-3. وقصة رفع الجزمة لجمهور الأهلي والقصة اللي احنا عارفينها، وبيتوقف 3 ماتشات، بيرجع بيكسب الكاس مع الزمالك. بس الدنيا ما بتفرحش شيكابالا برضو بعد ما فرح بالكاس مع الزمالك، بتحصل مشكلة نادي باوك تاني وبيتوقف وبيتغرم غرامة 990 ألف مليون يورو، بيتوقف 9 شهور تقريبا. ولما رجع من الإيقاف الزمالك كان بيقدم موسم سيء جدا وخلصه في المركز السادس. الموسم اللي بعده بدايته كانت سيئة برضو لنادي الزمالك، وفي الدور الأول كانوا في المركز ال12. وبعد كده كان في مباراة لنادي الزمالك، شيكابالا اتعصب على جمهور الزمالك وخرج عن شعوره، يعني لان جمهور الزمالك هو قال لشيكابالا احنا بنخسر بسببك والحاجات دي، فخرج عن شعوره. ومشاكل مع جمهور الزمالك كمان، يعني مشاكل من هنا قدام مع جمهور الاهلي ومشاكل هنا مع جمهور الزمالك. بس بعدها كل حاجه اتغيرت، يعني بقول لك بس فتره مؤقته عشان ما تتعشمش قوي. بعدها كل حاجه اتغيرت. تعاقد الزمالك مع حسام حسن اللي شيكابالا قدم معاه من افضل نسخه مع الزمالك وتالق في الموسم ده وخلصوا الدوري في المركز الثاني. بعد كده شيكابالا بيقرر اللي هو عايز يحترف تاني، فبيمضي مع نادي اندرلخت البلجيكي من غير ما يعرف نادي الزمالك.
فنادي الزمالك عرف وحاولوا يوصلوا للاتفاق مع اندرلخت البلجيكي اللي شيكابالا يكمل معاهم الموسم، وشيكابالا فعلا بيكمل معاهم الموسم وبيرجع تاني نادي الزمالك. وفي موسم 2010 2011 انفجار بقى شيكابالا مع حسام حسن، البرايم بتاع شيكابالا اللي احنا عارفينه، شايل الزمالك لوحده الموسم ده، واهداف عالميه وبكل الطرق، من فاولات ومن شوطات وكل حاجه، وخد هداف الدوري ب 13 جون. بس اكيد مفيش موسم هيعدي على الزمالك بفرحه. بعد كده اتعادلوا مع الاهلي، فتعادل الاهلي ده وكان قبليه بيخسروا نقط، فده كان ضيع املهم. بعد تعادل الاهلي ضيع املهم بالفوز بالدوري وخلصوا في المركز الثاني. بعد كده بترجع تاني مشكله اندرلخت البلجيكي وشيكابالا بيتوقف. فبعد كده حسام حسن بيمشي وحسن شحاته بيجي تدريب نادي الزمالك، ومشاكل حسن شحاته وشيكابالا بسبب ما كانش بياخدوا المنتخب وكده. وفي وقت حسن شحاته الدوري كان اتوقف والزمالك ما كانش بيلعب غير في افريقيا. في ماتش الذهاب الزمالك كان كسبان قدام فرقه كده الصراحه مش عارفها. في الدور الثاني في الماتش العوده الزمالك كان كسبان 2-0 وخلاص كل حاجه اتحسمت. فحسن شحاته بيقرر اللي هو يبدل شيكابالا. شيكابالا بيتخانق معاه نفس خناقه ميدو، بيقول له انت زهقتني يا اخي. فحسن شحاته بيقرر اللي هو يجمد شيكابالا ومش هيلعبه تاني وعايزه يطلع اعاره او يتباع. وجاله كذا عرض، وقصه نابولي اللي احنا عارفينها اللي نادي الزمالك قال نابولي كان عايز شيكابالا، نابولي طلع ينفي، الزمالك قال لا نابولي كانوا عايزينه، والقصه دي. بس في النهايه شيكابالا بيقرر يروح الامارات مع نادي الوصل، ودي بتبقى افضل مسيره احتراف في تاريخ شيكابالا. كل ماتش يعتبر بيسجل ويصنع مع الفريق. بس تحس ان شيكابالا ما بيحبش ان الدنيا تضحك له فترة يعني قصيرة. بيسهر في يوم سهر، وبعد كده كان عنده ماتش قدام العين الإماراتي، النادي بيخسر بنتيجة 5-0، فالجمهور بيلبس شيكابالا الماتش ده كله انت كنت سهران وما كنتش في مستواك، فيلا شيكابالا بيمشي من الوصل كمان. بيرجع الزمالك تاني، تلف وترجع بيتك يا شيكا. وبيكسب معاهم كاس مصر قدام وادي دجلة. فبعد كده بقى بيقرر اللي هو عايز يحترف تاني، يا دي النيلة يا شيك. فالمرة دي بقى هيروح فين بقى؟ هنروح للشبون، سبورتنج لشبون. بيبدأ مع الفريق الرديف وبيتصاب، وبعد كده بيلعب اخر مباراة مع الفريق الاول. بعد كده بيلعب كام ماتش ودي في تحضيرية الموسم، كان من ضمنهم ماتش الاتحاد السكندري 2-2. الجمهور كان متفائل بشيكابالا، بس ازاي شيكابالا يخلي فترة تعدي من عنده ممتازة؟ بيقرر اللي هو ياخد اجازة في مصر وما يرجعش البرتغال تاني. يعني حرفيا عقليته 0-0، والنادي طلع قال عقلية شيكابالا 0. يعني تخيل لو كان بس سبب عقليته ما كانش بيسهر، ما كانش بياخد الاجازة ويرجع مصر وما رضاش يرجع تاني، كان زمانه فين دلوقتي؟ فبعد ما رضاش يرجع البرتغال تاني رجع لنادي الزمالك. نادي الزمالك قائمته كانت مملية، فوداه للاسماعيلي اعاره مع احمد حسام ميدو 6 شهور، لعب مع ميدو. بعد كده بيرجع الزمالك تاني في فترة احمد حسام ميدو، وبيلعب ماتشات كويسة مع الزمالك، وقدر اللي هو يكسب الكاس مع الزمالك قدام الاهلي. وهي في الموسم ده خسارة نهائي افريقيا قدام سان داونز بنتيجة 3-0. فبعد كده في موسم 2017 2018 عايز يحترف تاني. انا زهقت والله انا زهقت. فبيقرر بقى يروح فين؟ نادي الرائد السعودي، برضو كانت من انجح الفترات في احتراف شيكابالا، سجل معاهم 10 تجوان. فبعد كده ايه، شيكابالا هيكمل؟ لا بيرجع الزمالك تاني، بس بعد ذلك دي كانت فترة جروس ما كانش عايزه. فبيقرر اللي هو يحترف تالت رابع خامس سادس مرة لنادي اليونان، بس دي كانت من افشل مراحل شيكابالا. ما سجلش مع النادي غير هدف واحد في خسارة مباراة 5-1. فعايز يرجع تاني الزمالك، بيرجع نادي الزمالك تاني بقى، وبيكسب كاس مصر للمرة الرابعة قدام بيراميدز. بعد كده بيكسب السوبر الافريقي قدام الترجي، والسوبر المصري قدام الاهلي. وبعد كده بقى بتيجي النهائي الشهير نهائي دوري ابطال افريقيا، بيقدر اللي يعدي قدام الرجاء، وبيوصلوا النهائي قدام النادي الاهلي، اللي كان خلاص بنسبة 90 او 99% هتبقى بطولة شيكابالا الوحيدة اللي فاضلة عشان يكسبها مع الزمالك. بس تفاصيل صغيرة في الماتش ده ومن غلطة وشوطة بتضيع حلم شيكابالا وخسارة نادي الزمالك لنهائي افريقيا. يعني تحس الكرة بتفرح لشيكابالا شوية، تكسبه كاس وسوبرين، وبعديه كسب 2 دوري، بس في فترات بتحزنه. بعد كده في احتفالات الدوري اتوقف بسبب اللي هو كان عايز ناس تنزل من المدرجات والحاجات دي مع احمد مجاهد، كلنا عارفين القصة دي. وبعد كده شيكابالا بيتغير، مش اللاعب اللي كنا عارفينه في 2010 وفي 2011 والفترة دي. الوزن زاد والصحة خلاص زادت، بس تظل لمسته الفنية غير
وبيكسب الكاس مع نادي الزمالك قدام النادي الاهلي بنتيجة ال2-1. وبعد كده بيكسب السوبر بقى قدام النادي الاهلي اخر بطولة، بعدها بيكسب الكاس قدام بيراميدز. ودي كانت نهاية بطولات شيكابالا، نهاية الرحلة يعتبر، خلاص بنسبة كبيرة الرحلة بتنتهي. لولا العقلية كان هيبقى في مكان كبير قوي، ولولا مشاكل الجمهور، مشاكل كل حاجة، مع ان شيكابالا كان من شخصيته اللي هو غلبان وطيب. وشوفنا ده لما طلع مع قناة الاهلي في حادثة بورسعيد، بس المشاكل ما كانتش بتسيب شيكابالا، بتفرحوا شوية صغيرين وتحزنوا قد كده اهو. فلو سبت حد هنا ما تنساش القناة، ما تنساش الاشتراك الجديد.